قصتها رحنا مرة رحلة قنص للربع الخالي أنا واثنين من الجماعة، والصراحة حنا حسنا بالغربة، ولا حنا ما حنا في غربة، حنا في ديرتنا الحمد لله. أخذنا حوالي 20 يوم وفي الربع الخالي خلا ما عندنا أحد، والله ما شفنا إلا الطيور، وحنا ثلاثة أنا واثنين من الجماعة، كل منا اللي عنده سوالف نقضيها خلال يومين. احنا أخذنا حوالي 20 يوم، والله احنا توحشنا الصراحة، وحسنا بالغربة وحسنا بالخلا. احنا ناس ما نداني الخلا، ما نداني قلة الناس. ويوم جاءك مرة مع الصبح ولو اني صالح من عندهم ابات اقنص، ولدي مسالم تنكس قدامي، ويوم شفت مسالم انهم لغر كاني مبشر، وعقب انت حيات ذي القصيدة ولو ما هي طويلة. بس قلت اقول انا من وراء يبرين كني وراء بيروت، ويش عرفنا العبالة ويبريني. انا من وراء يبرين كني وراء بيروت، ويا ويش عرفنا العبالة ويبريني. علي مسالم جاوبيني بزين الصوت، تراني مغرى ادور اللي لاحيني، وتراني قصيرة في الخلاء ما بنيت بيوت، ولا عشت بين المدرسة والبساتين، ولاني من اللي يعشقون البحر والحوت، ولاني بحب الضعف لأجل الملايين، ولاني بتاجر زود ثور حياته قوت، بما يسد الحال واسلم من الدين ولا ما اتكلم، لين اشوف الرجال سكوت علشان كل ينتبه لي ويوحيني، ولا وصف الا وصف شيء عليه ثبوت من العاقل اللي كني اشوفه بعيني، ولاني بحب اسمر على طاقة البيروت، ولا قلت قوموا خلوا الدور ياتيني ولا همني، وصلنا 400 مع كبوت، ولا قمت في السراي في جنب 50 رقدت وصحيت وقمت خايف يفوت الفوت، انا ميت في القصر والبر يحييني، هبايب صحاري نقد والبر قبل اموت، علي الحرام من هالدول اللي يداويني، وعلى الجنب لي من صنعة الروس تحت الكوت، لي الله ولا شرم حالف ما يباريني، وانا مؤمن بالله ما منت بالطاغوت برحمته جعله من النار ينجيني. سلامتك. سالم.